عملوا الكنافة من الدهب، والفخفخينة بقت بالملبن وجوز الهند، والمدلعة هم أساسها، وبشطارتهم كسبوا ثقة كل اللي حواليهم في مصر وبره مصر. وحاجة واحدة بس وصلتهم للعالمية، وأهلها بقوا من عمال لأصحاب أكبر المصانع. دمياط مدينة الحلويات في مصر، إيه أغرب حلويات عملوها؟ خلاص داخلين على رمضان وموسم الحلويات، وما دام قلنا حلويات يبقى لازم اول حاجه تيجي في بالك دمياط، اشهر محافظه في صناعه الحلويات في مصر من الثلاثينات لحد النهارده. علشان كده هتلاقي ان الكل بيشتري من هناك، سواء بقى تاجر ولا مستهلك. الكل لازم يشتري من دمياط المشهوره طبعا بالمشبك اللي لازم الكل يجربه بمجرد ما يحط رجله هناك. بس دمياط دلوقتي بقت امبراطوريه كبيره في صناعه كل اصناف الحلويات، مش بس المشبك زي ما ناس كتير فاكره. دي بتعمل دلوقتي اكتر من 284 صنف شرقي وغربي كمان. وده اللي اكده واحد من الشيفات هناك، ان دمياط فيها اصناف كتير من الحلويات اللي ممكن ناس تكون ما سمعتش عنها قبل كده، وبسبب كده الاقبال دايما متزايد عليها. الباحث في التراث الشعبي محمد ابو قمر قال ان في بدايه شهره دمياط في الحلويات من وقت انشاء ميناء دمياط القديم، واللي بسببه المدينه عملت علاقات قويه مع دول تانية زي الشام وشرق البحر المتوسط. ولحد النهارده العلاقات دي موجوده، وبسببها صيت المدينه في دمياط مسمع لبلاد بره. وعلشان اهلها اساتذه في الشغلانه بقى يجي لهم طلبيات مش ملاحقين عليها في مصر وبره مصر، خصوصا وقت موسم زي مولد النبي ورمضان وهكذا. واحد من الاهالي قال ان سبب شهرة دمياط وزيادة طلبات التصدير ان الحلويات الدمياطية بتتميز بحفاظها على المكونات الطبيعية الاولى والرئيسية اللي استخدمها الاجداد من سنين طويلة، بعيدا عن استخدام النكهات والملونات الصناعية اللي بقت محلات كتير بتستخدمها لمواجهة غلاء الاسعار والحالة الاقتصادية. بس رغم شهرتهم دي الا انهم دايما بيطوروا من نفسهم عشان يحققوا نجاحات اكتر واكتر. علشان كده لازم تلاقي عندهم افتكاسات كل فترة والتانية في انواع الحلويات اللي بيقدموها، وخصوصا في الكنافة اللي لازم كل سنة يطلعوا باختراع جديد ليها، زي كنافة بالذهب وكنافة بالجبنة وكنافة بالتمر والقرفة. ده غير المدلعة، ودول اول ناس يعملوها طبعا. مش بس كده، دول كمان عندهم نوع من الحلويات اسمه فخفخينة، عبارة عن حلويات مكونة من قمر الدين وجوز الهند والملبن، ودي بتنتشر اكتر في مولد النبي. وبما اننا خلاص داخلين على رمضان يبقى لازم تجرب صنف او اتنين من دمياط. الجميل بقى انك هتلاقي معظم الاهالي هناك بداوا بمحل او كشك بسيط، دلوقتي عندهم بقى مصانع ومعارض كبيرة في دمياط وكمان بره دمياط كمان. منهم واحد قال ان اهله بداوا بكافيتيريا بسيطة جدا بيقدموا فيها عصير وحتة حلويات بس، لكن بعد كده الكافيتيريا بقت مصنع واتنين كمان، تخيل. والله لكن هم برضو زي اي صناعة عندهم مشكلة لما بيحصل ضعف اقبال في بعض المواسم. علشان كده طلبوا ان يكون ليهم معارض في بعض المحافظات ويكون بدعم من الدولة زي ما بيعملوا معارض للاساس الدمياطي. قول لنا بقى، كنت تسمع عن ان دمياط بتعمل اي حاجة تانية غير المشبك والمدلعة والكلام ده كله؟ وهل اصلا جربت مشبك دمياط والحلويات من دمياط؟ لو جربتها اكتب لنا في الكومنتس، ولو ما جربتهاش لازم تجربها. دلوقتي قول لنا ايه اغرب واحلى صنف جربته من حلويات دمياط او ناوي تجربه.